بسم الله الرحمن الرحيم. ساداتي وسيداتي، تحياتي، اهلا بيكم في حلقه جديده من قصه في ايه. تخيل معايا ان انت تبقى مغترب مثلا وعايش في مكان مش مكانك، ومع ذلك تتاجر وتجارتك تكبر وتزيد وتبقى من اصحاب الاموال وتبقى غني، بس يحصل موقف يخليك تضطر انك تخرج من البلد اللي انت فيها دي وتروح بلد تانية. بس قبل ما تخرج من بلدك هتخرج بطولك، من غير تجارتك، من غير مالك، من غير ولا جنيه في جيبك. فيا ترى هتقبل تخرج من البلد دي وتسيب تجارتك واموالك؟ طبعا هتقولي على حسب الحدث او على حسب الموقف او على حسب انا هخرج ليه، يعني ايه اللي انا هخرج له واسيب بسببه اهلي ومالي وتجارتي. تعالوا نسمع الايات وبعد كده نحكي قصتنا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الآيات اللي سمعناها دي فيها صورتين متقابلتين، فيها نموذجين مختلفين عن بعض. النموذج الأول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. خصم فاجر مخاصم لله ولرسوله، وإذا قيل له اتق الله إذا ذكر ازداد أخذته العزة فحسبه جهنم ولبئس المهاد. تكفيه جهنم جزاء وعقاب لهذا الكبر. نيجي للصورة التانية بقى، النموذج التاني بقى. ربنا بيقول في الآيات اللي بعدها: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري معناها بيبيع أو بيشتري، بتيجي في المعنيين أو تصلح للمعنيين. الله سبحانه وتعالى يقول إن من الناس اللي بيبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، وده مصداق الوعد اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذه على المؤمنين عندما قال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الله اشترى منك نفسك وروحك ومالك، كل شيء في حياتك وانت نفسك ملك لله، لأن الإنسان إيه غير نفسه وماله؟ فانت ونفسك ومالك ملك لله. طيب مقابل ايه؟ يعني ربنا اشترى مني نفسي ومالي، مقابل ايه؟ بأن لهم الجنة. فربنا هنا في الآيات دي بيقول على المؤمن ده: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هي آية قصيرة بس ليها قصة. صهيب الرومي. صهيب رضي الله عنه كان مولى من الموالي، هو أصلا رومي يعني من بلاد الروم. فجه صهيب رضي الله عنه عاش في مكة واشتغل في مكة، وبدأت تجارته توسع وتزداد وكترت أمواله. هو أصلا كان جاي مكة فقير، ما كانش معاه حاجة، بس أمواله كترت من تجارته ومن شطارته في التجارة. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به، زيه زي سلمان الفارسي وبلال الحبشي رضي الله عنهم، ودول كانوا السابقين لأقوامهم. يعني سلمان الفارسي كان من أول الناس اللي تدخل الإسلام من فارس، وصهيب الرومي كان من أوائل الناس اللي دخلت الإسلام من الروم، وبلال الحبشي كان من أول الناس أو من أوائل الناس اللي دخلت الإسلام من الحبشة. المهم لما جات الهجرة وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أراد صهيب أن يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الذين هاجروا، ولكن صهيب تاجر وعنده أموال، فاستنى شوية، ما هاجرش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، استنى شوية عشان يعمل خطة يخرج بيها او يهاجر بيها بامواله، حتى لو مش هتفيده هو شخصيا في المدينه، على الاقل هتفيد المسلمين وهتفيد الدعوه في بدايتها. ولكن قريش كانت واقفاله بالمرصاد، كل ما يحاول يخرج يمنعوه، فحاول يهرب من وراهم برضه مسكوه ومنعوه من الخروج ومنعوه من الهجرة، وقالوا له مش هتخرج بمالك، انت جاي مكة فقير عايز تخرج منها، تخرج زي ما جيت. هنا بقى جه العرض، قال لهم لو قلت لكم على مكان مالي
تسيبوني اخرج؟ فبداوا يفكروا، بدا العرض يزغلل عينيهم. صهيب رضي الله عنه تاجر كبير وعنده اموال طائله، وهي دي طبيعه اعداء الدين وطبيعه اعداء الحق. كل اهدافهم دنيويه اقتصاديه بحته، بيرضيهم متاع الدنيا الزائل، وشايفين انهم لو حصلوا عليه فهم كده حصلوا على ما يريدون. عشان كده في قصه طالوت بنو اسرائيل قوم متعلقين بالدنيا، اهم شيء عندهم الاقتصاد. عشان كده بتشوف اليهود النهارده اهم شيء عندهم وبيهتموا جدا جدا بالاقتصاد، وهو ده المقياس عندهم، ان الراجل يكون معاه فلوس. زي ما بنقول كده في المثل البلدي، بس احنا بنقوله مجازا طبعا، معاك قرش تسوى قرش. لا، هم عندهم حرفيا هي دي حياتهم، هي دي عيشتهم ودنيتهم، وهي دي فكرتهم عن الحياة. معاك قرش تسوى قرش. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من ده، ان الراجل ما بيتقاسش بماله ولا بفلوسه، ولا بيتقاس بنفسه ونسبه، بيتقاس او مقياس الرجل في الاسلام تقواه. ربنا بيقول في سورة الحجرات: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش أكثركم مالا ولا أحاسنكم جسما ولا وجها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على لأسود إلا بالتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. في قصة طالوت لما قال لهم نبيهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا، استنكروا على طول، ما مرضوش، ما وافقوش، لا مش عاجبنا. ليه بقى؟ ايه السبب؟ قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. معهوش فلوس، هنخليه ملك علينا ازاي بقى واحنا اغنى منه؟ هم شايفين ان هو ده المؤشر. معاك قرش تسوى قرش، معاك فلوس تعالى احكمنا وتبقى الملك علينا، ما معكش فلوس هتحكمنا ازاي؟ ونحن احق بالملك منه، احنا معانا فلوس. قال: ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ما عندهوش مال، بس دي مقاييسكم انتوا، لكن المقاييس اللي بيوزن بيها البشر هي العلم. فده بيؤشر على قضية الدنيا وتمكنها من قلوب اليهود والمشركين والمنافقين، وكل مخالف للدين وكل مخالف للحق تلاقيه لو حصل على الدنيا وحصل على متاع الدنيا هو ده مراده وهو ده اللي عايزه، وهو فل قوي كده مش عايز حاجة تاني. عشان كده صهيب الرومي رضي الله عنه أول ما عرض على المشركين إنهم يسيبوه يهاجر ومقابل ده يديهم كل فلوسه وكل أمواله، وافقوا وقالوا له: فين مكان فلوسك؟ لما راحوا وتأكدوا من مكان الفلوس وتأكدوا فعلا ان الفلوس موجودة، سابوه يمشي. تخيل بقى انك تعيش عمر تجمع المال الحلال بطريقة حلال ومشروعة، وفي لحظة تلاقي نفسك بين اختيارين: انك تسيب كل مالك وثروتك، والراجل تاجر مش موظف باليومية، يعني مش محوش له 2000 جنيه على جنب، تاجر وعنده بقى تجارة ومحلات وبضائع، تاجر ومعاه فلوس كتير، ومع ذلك تخلى عن كل ده لوجه الله عشان يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صهيب الرومي رضي الله عنه وهو في طريقه، كأن الموضوع مش قابل، يعني هو سايب كل فلوسه وهيدخل المدينة كده بإيده فاضية، يعني حتى مش هياخد حاجة. كان في باله مثلا إنه ياخد الفلوس دي معاها هتنفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتنفع المؤمنين، هتنفع الدعوة، هتنفع الإسلام برضه. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم خبر صهيب، ونزل الوحي بهذه الآيات: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلما دخل صهيب رضي الله عنه المدينة تلقاه عمر بن الخطاب وتلقاه الصحابة، لأنهم عرفوا بالوحي اللي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أن الآيات دي نازلة في صهيب رضي الله عنه. فقابلوه هو داخل المدينة بجملة: ربح البيع يا صهيب، ربح البيع يا صهيب. فقال: وأنتم لا أخسر الله تجارتكم. هو مش فاهم، ايه ربح البيع دي، مش فاهم تقصدوا ايه. فأخبروه وقالوا له على الآيات اللي نزلت فيه، وقالوا له على الوحي اللي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحكي له خبر صهيب. الآيات بسيطة ومعناها واضح مش محتاجة شرح، إن الإنسان اللي يبيع نفسه مرضاة لله والهجرة في سبيل الله والهجرة في سبيل الدعوة لدين الله لازم يقدم تضحيات. بس لاحظ إن ربنا قال في آخر الآية: والله رؤوف بالعباد، يعني مع ذلك انت يا صهيب ما خسرتش، ربنا رؤوف بيك برضو. ربح البيع يا صهيب، وربح بيع كل من باع نفسه ابتغاء مرضات الله. اشترك في القناة عشان الحلقة الجاية توصل لك، واعمل شير للفيديو ده عشان يوصل لغيرك، واستنونا بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد من حلقة جديدة وقصة في آية. وإلى هنا أيها السادة والسيدات، لكم مني أطيب التحيات، تحياتي هشام مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.